السلام عليكم متتبعي القناة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. قبل ما نبدا القصه ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتابونوا في القناه. المهم معكم صفاء، انا نعاود لكم القصه ديالي. واحد النهار طالعه نازله في فيسبوك، هي تبان لي واحد التصويره ديال واحد الولد لايحه في واحد المجموعه. انا كنت داخله ليها، دخلت وانا نصيفط له طلب الصداقه. هو يقبلني، صيفط له السلام، بقينا كنهضروا. دازت الايام حيت كنا هضرنا في الوقيته ديال العيد الكبير. انا نيت كانوا عندي امتحانات ديال البكالوريا. هو كان كيدعمني بزاف نفسيا وكل شيء، وكان كيعاملني فحال بابا وكيشد ليا بخاطري، واخا كنغلط معاه كيسمح ليا. النهار اللي تنبكي تيبكي معايا. علاقتنا كانت زوينه بزاف. اي واحد عاودتها ليه كان كيقول لي سعداتك والله. صافي بقينا هكاك ديما كنهضروا. كيكون خدام غير كيلقى الفرصه كيصيفط ليا ميساج، ونهار الحد كنهضروا ابي الفيديو. يعني وقته كامل كان ليا ولخدمته ولعائلته. المهم انا خوتي ما كانوش كيعاملوني مزيان، كانوا كيضربوني وكيحقروني، يعني بزاف ديال الحوايج. واخا انا في عمري 21 عام مازالين هكاك. المهم وقت ما كيضربوني كنمشي كنصوني ليه، كنبقى نبكي ونشكي عليه. هو كان كيحن فيا بزاف. كنت لاقيه فيه المحنه اللي ما لقيتهاش في عائلتي. انا مريضه، كنت كنكون واقفه حتى كنطيح، ولكن واخا هكاك دارنا ما كانوش كيدوها فيا. صافي كنت كندوز من واحد الفتره صعيبه في حياتي بزاف. المهم مشيت درت جوج واتسابات وصيفط ليه على اساس بنت خالي اللي غادي تهضر معاه. هدرت معاه الوقت اللي توقع لي اي حاجه كندخل داك الواتساب وكنقول لي عرفتي فلانه شو وقع ليها، ونبقى نعاود لي ونزيد فيه خرات. كانت كتعجبني محنته واهتمامه ليا. صافي بقيت على داك الحال. واحد النهار جات عندي بنت خالي، هزت لي تليفوني كان بلا كود، ما نعرف شنو كتبات ليه لحد الان، مازال ما بغاش تقول لي. واحد النهار تناقشنا على موضوع ديال الزواج اللي كيف ديما كنتناقشوا عليه. صافي هو ينعس في الصباح، صباح داوي ناقص معايا وانا هكاك. احنا موالفين كنهضروا، ولكن كيتفاش كنرجعوا عادي وعلاقتنا غادا بخير. حتى لهاد المره الاخرى بقيت كنقول ليه مالك، واش غتبقى تهضر معايا ناقص؟ قال لي انا اصلا ما بقيتش غنهضر غير تهناي. كنقول له كيفاش؟ كيقول لي ما نعرف. شوفي انتي في الليل بحال وصلت لدرجه كنهضر غير مع راسي، وليت بحال شي حمقى. ماما غير كتشوف فيا وكتبكي. صافي من بعد رجعت بخير. قلت ليه اشنو وقع لفلانه وهاشنو وقع. هو يقول لي فين هي دابا؟ ديك الساعه كانت شي 3 ديال الصباح، وانا نقول ليه راه خارجه، زعما راه ماشي انا. قال لي كلمي لي فلانه، قول لها تدخل الواتساب. جيت انا دخلت الواتساب الاخر، وكانت المفاجاه لقيته كاتب كنت عارفه كنتي اللي كتهضري معايا، وكنت غادي معاك على قد عقلك. واش ما بقيتش فيك؟ قلت لي اسمح لي ما قصدتش. قال لي واش ما غاداش تنعسي؟ قلت لي ما شربتش الدواء، حيت انا كنشرب الدواء عاد كناس. ويقول لي نوضي شربي الدواء. يلا قلت لي لا. قال لي واش ما هزاش لي الهم، راني خدام في الصباح ومازال فايق. قلت لي لا اسمح لي ما قصدتش. قال لي ونوضي شربي دواك. عاوتاني قلت لي لا. قال لي عرفتي شنو، تصبحي على خير. صافي في الصباح دوينا دوا معايا عاوتاني ناقص. بقينا على داك الحال. في الليل ولا نسولو واش غتبقى تهضر معايا هكا. قال لي انا اصلا ما بقيتش غنهضر غير تهناي. صونيت عليه قلت لي واش صافي تفارقنا؟ قال لي هادشي اللي فهمت. قلت لي غير قولها ليا وانا حابسه البكيه بزز. قال لي ما عنديش جد باش نهضر. صافي قطعت. بقى داوي ناقص عاوتاني. صونيت عليه بقينا داويين. قال لي ياك فلانه الا ما كنتيش تقدري تقولي لي في نمرتك قولي من واتساب الاخر. قلت لي اسمح لي. قال لك انا متكبر وانا عاجبني راسي وانا عاجبني الحال، فاش كنشوفك كتبكي حبست. قلت لي انا ما قلتش هادشي. قال لي قلتيه صافي. تما عرفت الدقه منين جاتني، من عند بنت خالي. كنحلف وكنقول لي والله ما انا. بقى على داك الحال. بقيت كنطلب فيه يسمح ليا، ما بغاش. 3 ايام ما بقيت لا كنعس لا كناكل لا والو.
البكاء هو الاخر ما كنتش كنبكي، غير شاده التليفون وكنشوف بحال شي مصدومه. بقيت كنطلب فيه ديما، نفس نهار كيتعاود بقيت كنطلب ما بغاش يسمح ليا. وصلت واحد المرحله ما تبغيهاش العدوك، صافي ما بقاش بغى يجاوبني، مره يجاوب مره لا، حتى صيفط لي التصويره ديال اللحم مزرق. قال لي شوفي اش خرج ليا في لحمي، حيت تعصبت، مالي على حالتي، مالي على هاد الحاله، حتى نهمل راسي من الماكله، من النعاس ونضعاف، ونهمل عائلتي، اش من ربح عندي في هاد الشيء. انا فاش شفت ديك الزروقيه قلت ليه راه ماشي طبيعي، وانا نقول ليه راه حتى انا مني كنتعصب كيخرج لي داكشي زرق في لحمي، واخا انا ماشي حتى لديك الدرجه. المهم بحال وليت كنحس بالذنب، كيفاش قدرت نأذي انسان؟ صافي بقيت على داك الحال، ديما كنطلب منه يسمح ليا، ما بغاش والو. قلت ليه مسامح كريم، راه الله كيسامح. عرفتي باش جاوبني؟ قال لي انا ما كنسامحش، انا تطفيتها فلانه، صافي ما ديهاش في ديك الهضره. بقيت كنحس بالذنب، قلت لي بقى لي الحل الواحد، هو غدا نغامر بحياتي وشحال من حاجه ونمشي حتى لعندو، بعدا الا شافني قدامه تقدر تبدل شي حاجه. قلتها لي، قال لي ويك ديريها. صافي ما بقاش بغى يجاوب، وانا نصيفط لصحابو والخوه ميساج، واخا كنت عارفه الا عرف هاد الشي غادي يزيد يحقد. سولت صاحبو عليه، قلت لي واش كتعرفو؟ قال لي لا، هو غير كيكذب عليك. قلت لي عافاك اخويا ما تقول لي والو. قال لي ما كنعرفوش. وداك الولد سكرينا هضرتنا ولا حافل الجروب ولا الدرب هما يطلعوا عليه، دخل شاف شنو كيقولوا عليه. كنت في نفس الوقت كنهضر مع خوه، كنت كنحاول نشرح ليه شنو واقع، كداويه معاه حتى جا لعندي وقال لي واش انت مريضه. بقى كيعير بلوكاني. مشيت قلتها لخوه، جا هو سول خوه واش دخلت عندك شي بنت. قلب لي التليفون وحيد البلوك ورجع سبني، وعرف كيفاش يسبني. انا صاف بقوه ما بقيت حابسه البكيه، دار عمي كيهضروا معايا حتى بديت كنبكي وكنغوت. صافي ما بقيتش قادره نسكت. مرات عمي مسكينه شاداني وكتبكي، وحتى عمتي هكاك. ما عرفتش كيفاش حتى طلعت للسطاح في حاله عمى يا عينيا. شدني عمي سخفت، داوني الطبيب قال لهم جا انهيار عصبي. دابا كنشرب الدواء متبع مع الطبيب نفساني، وشحال من حاجه وليت كنرعف، كنكون ناعسه حتى كضربنا الفيقه وكنغوت. هادشي الا نعست، راه ما كنعس حتى كنشرب الدواء. حاليا مريضه باكتئاب حاد، ديما سد عليا وغير كنبكي. وليت عايشه في واحد الرعب ما يمكنش. حتى من عائلتي لاحظوا انساني اللي كنت من قبل، انا اللي دارني شاف حالتي فين وصلت ومرحبنيش. واش جربتوا الحرقه ديال البعد والفراق؟ كيفاش نشرح ولا نفسر لكم؟ كنت تالفه ما عارفاش باش كنحس، عارفه غير كنتألم، ما قادرش على الفراق، لكن بالسيف عليا نتقبلو حيت الطرف الاخر اللي طلبوا مني. افكاري مخربقين، عندي امال في الرجوع، في نفس الوقت خاصني نعرف بلي خاصني نكمل حياتي بوحدي. باغا نبكي وحتى الدموع ما باش يخرجوا ليا. فاش كنغمض عيني نعس، نفس الذكريات كنحلم بيها، حاجه اللي فرحاتني واحد النهار كتولي كابوس بعد الفراق. كنبقى نسول راسي واش هانت عليه العشره، واش يقدر يسمح فيا، واش عايش حياته عادي وانا في ازمه. كنصلي وكندعي الله باش يعطيني القوه نخرج منها. وفاش كنخرج وكنشوف الناس فرحانه وانا مالي كلشي باسل عندي، كنقول واش مازال نتجاوز هاد الشيء؟ واش غنكمل حياتي مهمومه؟ الا كنتو من الناس اللي كيعيشوا هاد الاحساس ولا عاشوه، كنقول لكم ربي يجبر بخاطركم، حيت صعيب بزاف ما يعرف حرو غير اللي عاشوا. الا كنتو من الناس اللي تسبوا لشي حد يعيشوا، خاصكم تعرفوا باللي قتلتوا فيهم الفرحه بغير وجه حق. حتى واحد ما كيستاهل يحس براسو مدمر وينعس ودموعه على خدو. واتقوا الله في قلوب ذنبها انها احبت بصدق باندفاع عواطف الناس، ماشي لعبه. الا كان القتل نفس العمد حرام، انا كنشوف باللي اللي كيقتل فينا كل حاجه زوينه عاد كيمشي اكبر من قتل نفس. عمرها تنسالي فاش قال لي بعدي مني اختي، ما كنعرفكش وخسر الهضره. قال لي كنت تشوفي صحابي شحال شبعوا فيك ضحك فاش شافوا تصويرتك
خلاني نشوف راسي واش انا خايبه حتى لهاد الدرجه. قوه ديك العافيه اللي شعليه في قلبي، خشيت في فمي في المخده وكنغوت ربي اللي خلقني. وهذا الشيء مازال دابا كنعيشو. كل نهار كنطلب الله نرجع كيف كنت، وانا من داك النوع اللي كنخبيه في قلبي بزاف، واخا عارفه النتيجه كتاثر في صحتي، ولكن هذا الشيء حسن ما ياثرش في الناس ويشفقوا عليا. راه فاش كتبغي الشخص الغلط كوني متاكده غادي تدمري راسك براسك. والدليل هي ان عارفه راسي غلطت في حق داك الشخص، يمكن اديته بلا ما نرد البال، ولكن هو قتلني وانا باقا حيه. الحمد لله انا ربي ما غاديش يخيبني، طوال الزمان ولا قصار غادي نرجع كيف كنت. ربي كبير. المهم